اهو ده كده ورق عنب مقلي. والنهارده حصل لي اكتر موقف نوت بروفيشنال من اول ما ابتديت المشوار. انا هشيل دي كده خالص، انا ماليش دعوه بدي، بس انا ليا دعوه بدول، ليا دعوه بالحاجه اللي انا دافع ثمنها. هارت اتاك نزل كريسبي ورق عنب، يلا بينا. اهو طلعنا الفرع اللي احنا بنجرب من عنده كل حاجه. طلبت بقى الاوردر، وانا مش اول واحد يطلب المره دي في الفرع زي المره اللي فاتت، لا انا رقم 14. بس هو الفكره كلها في ان انا ما كنتش عايز اطلب الاوردر لوحده، لا هو انا كنت عايز اطلب الاوردر ومعاه الساندوتش البرجر اللي منعش كان جربه، ده اللي هو اللي حواليه طبقه فرايد دي. وللاسف ما لقيتوش، يعني هم ما عندهمش برجر، مش عارف ازاي الفرع ده ما عندهمش برجر. قلت خلاص يبقى نجرب بقى بوكس الابيتايز، بس للاسف ما كانش عندهم الاجنحه. فقلت لا، ما خلاص مش لازم، انا هجرب النهارده الورق عنب، والفيديو ده هيكون على الورق عنب بس مش على اي حاجه تانية من هارت اتاك بس. فيلا بينا نشوف هذا الورق عنب بيقول لي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كده الاوردر جهز تقريبا في 10 دقايق. انا ليه بقى مش هصور في المكان نفسه؟ عشان هم عرفوني هناك. مش المشكله ان هم عرفوني، انا ما عنديش مشكله خالص ان هم يعرفوني، هو كده كده اصلا ورق عنب كريسبي، فمش هيبقى فيه اي اختلاف خالص. الفكره كلها في طريقه التقديم بتاعت الحاجات، هم بهرجوا الموضوع قوي بقى زياده عن اللزوم، وحطوا معاها بطاطس. يعني انا كلمت الكول سنتر عشان اعرف هي بيجي معاها ايه بالظبط، اصلا ما بيجيش معاهم بطاطس. اول ما لقيت كده رحت قلت لهم يا جماعه بعد اذنكم انا عايز الاوردر تيك اواي. فقالوا لي ليه؟ قلت لهم انا غيرت رايي، انا عايز اخده تيك اواي. فرحت واخد تيك اواي، وتعالوا نروح نجربه. بس حقيقي انا اتضايقت عشان انا كنت عايز اكل في الفرع، بس يلا تمام مش مشكله. انا بفتح اول اوردر معاكم. هو المفروض بيكون صوص سويت تشيلي، والمفروض هنا دي بص هم حاطين بطاطس، والله برضه حطوها تيك اواي. يعني انا هشيل دي كده خالص، انا ماليش دعوه بدي، بس انا ليا دعوه بدول، ليا دعوه بالحاجه اللي انا دافع ثمنها. هوزعها والله، اوزعها مش هاكلها، يعني انا بس ممكن ادوقها مش اكتر. بس انا عارف البطاطس بتاعتكم حلوه، طب ليه يعني؟ وانا دلوقتي متضايق، انا متضايق قوي قوي. بصوا انا عامه لما كلمت الكول سنتر قال لي ان الوجبه الخمس قطع بتكون ب 25 جنيه وبيجي معاها صوص، وفي وجبه تانية 10 قطع بتكون ب 45 جنيه وبيجي معاها صوص بس برضه، لكن مفيش اي حاجه بتيجي معاها بطاطس. بقول لكم ايه، انا البطاطس دي هروح ارجعها، انا هروح ارجعها لهم هناك، عشان انا فعلا بقى دلوقتي انا متضايق، انا متضايق جدا، انا فعلا اروح ارجعها. يلا بينا. رجعتها. انا مستريح دلوقتي، مستريح والله العظيم مستريح. وانا بقى دلوقتي محتاج الحق الشمس، فانا هاكل على السور. اهو ده كده ورق عنب مقلي. والنهارده حصل لي اكتر موقف نوت بروفيشنال من اول ما ابتديت المشوار. دي بس ايه ماسكه نفسها شويه، مش عارف هي معصلجه ليه في الورق عنب كده. بس اهو الرز من جوه اهو شي. يلا بينا ندوق. بص هو كراست حلو، بس بتبقى في حاجه كده في الورق عنب اللي هي الصوص او الشوربه اللي بتتحط عليه دي بتخليه جوسي. بتخلي والله الورق عنب كده في ميه كده حلوه، بس هي دي بقى مش موجوده هنا عشان هو مقلي. بس الكراست نفسها الصراحه حلو، يعني هو كاكسبيرينس والله حلوه، نوت باد. عايز اجربه مع الصوص ده بقى. المفروض ان هو الصوص، هو انا مش عارف هو ليه قلب على ليمون معصفر كده، بس المفروض ان هو سويت تشيلي. يعني هو ليمون معصفر، هو ده مش سويت تشيلي. هو بس خطوه حلوه، خطوه حلوه ان هم يعملوا كده. هو الصوص ده شكله رايق قوي، انا الصراحه متحمس له. لا تاني لذيذ قوي. نستنى واحده كمان اهي. حلو بس ما تكتروش منه اهو. كده حته بس كده صغيره. بس الراجل بتاع الامن كان بيقول لي ان هو ما ينفعش تصوير هنا وبتاع، فاديت له واحده وسربرايزنجلي عجب الراجل. هو يعني عجب الراجل. انا بفكر كده انزل برضه ادي لكام حد كده اشوف ايه رايهم فيه برضه. قول لي انت بقى رايك فيه. لا روعة. حلو. روعة. يلا انا والشيف، انا والشيف يا باشا. قولوا لي انتوا بقى ايه رايكم؟ انا مش هجيب، انتوا قلتوا لي ما اجيبكمش. تعالى يا راجل كل مش هصورك ما تخافش. تعالى بس. جميل والله. حلو. طيب قول لي انت بقى رايك. جامد والله بجد. والله جامد. ايه ده يعني؟ ده ما انت دوق بقى وقول لي ايه ده اصلا. ورق عنب. ورق عنب. مخلوق. ما بتاكلش اصلا ورق عنب؟ دي مفاجأة دي. عامة شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغاية دلوقتي، واتمنى ان الموقف اللي حصل النهارده ما يتكررش مع اي مطعم تاني خالص، عشان حقيقة انا اتضايقت. وبس كان معاكم اباظة من قناة لايف وزباظة. السلام.